سلام على المسلمين. أنا بعرفكم مجوس وعباد قبور ومشركين. أنا بعرف هالشي. يعني يعني ما أتعجب والله العظيم. واحد بس، واحدة قسما أخذ وعطاء بدون تعصب، واحدة. حلو. قسما بالله بعرفك إنك مشرك وإنك إيه، افتهمت، خلي هدي، افتهمت. جزاك الله خير. الأخ يقول ترى أنا أعرف بأنك عباد القبور ومجوس. أريد نقطة واحدة تخليك تقول علينا إحنا كفار أو مجوس. كل شيء واحد بس على مود نناقش هذا الشيء. مثلا شنو اللي يخليك تقول هيك بس بدون تعصب؟ بدون تعصب. أول شغلة أنتم تطعنون بزوجة النبي، عرفت؟ واحد. حلو. من يعني اللي تنقل يخلينا نصير هيك لأننا نطعن بزوجة النبي، صح؟ أيوة. أنتم تأخذون دينكم من أبو لؤلؤ المجوسي، تمام؟ نحن ديننا من زوجة النبي. يعني شوفوا الفرق. بس ليش واحد تعتبر أنت ضيفنا بس مرة خصك. التعصب ما راح يجيب نتيجة. ثبت لك على نقطة نناقش بس واحد. أقدر أكتمك واحد جاي أتوسلك على مود نوصل المعلومة. عندك ذكرت عائشة وذكرت أبو لؤلؤ، يا هو تثبت علي نتناقش بيه عائشة أم أبو لؤلؤ؟ أول شغلة لا تناقش عن عائشة، لأنه راح أطلع لك من الهاتف. طيب عرفت؟ عوف عائشة، نتناقش بأبو لؤلؤ. أبو لؤلؤ الخريوي ناقش يلا أبو لؤلؤ، تخلي بدون تعصب. أنا راح أسأل على أبو لؤلؤ واستمع لك، ولك 5 دقائق وأنا استمع لك. حلو؟ تفضل. أبو لؤلؤ من إجا قتل عمر بن الخطاب في عهد خلافة عمر بن الخطاب، تمام؟ واحد. وين قتل عمر بن الخطاب؟ قتله بالصلاة. يعني عمر بن الخطاب أحد الدولة الإسلامية، وأبو لؤلؤ قتله بالمسجد، صح؟ اوكي. رسول الله يقول اخرجوا المشركين والمجوس من جزيرة العرب. هنا سؤالي، لماذا عمر بن الخطاب لم يخرج أبو لؤلؤ من جزيرة العرب وهو مجوسي؟ حلو. لأنه كان مثلك هيك بيفكرونه ناس الناس الدراويش اللي مو فهمانين دينهم، عرفت؟ رد علي. هو مجوسي مثلك، يعني مثل حضرتك. واحد بس مرة. هذا مقطعك راح ينزل بالمواقع وراح يقول ما عنده رد علمي. حتى أهل السنة رد علمي أخونا. يعني أكبر رد علمي. هل أنت ما مجوسي وقاعد بين المسلمين يفكرونك أنت مسلم؟ هيك. يعني الجواب، أريد جوابك بدون شخصنة المواضيع. يعني أبو لؤلؤ منافق، يظهر شيء ويكتم شيء، صح؟ مثلك هيك يعني. جيد. إذا أبو لؤلؤ كتم نفاقه أو أنه منافق، كيف عرفتم بأنه مجوسي وهو كاتم؟ يعني بالله عليك عم تسألني السؤال هذا؟ يعني معروف قاعد مو انت تقول ما حد يدري فيه. الدم ما يندم. عرفوا انه هذا الزلمه قتل هذا الزلمه. يعني بقتله، احسنت، يعني بقتله لعمر انفضح عمر ابو لؤلؤ، صح؟ جيد. يعني اللي يقتل مبشر بالجنه يتبين انه منافق وينشهر امام الناس، صح؟ ايوه. يعني محمد بن ابي بكر حينما قتل عثمان بن عفان صار منافق؟ هلا مين قال لك محمد بن ابي بكر؟ نعم، ساسمع الجواب في كتاب تاريخ الطبري الجزء الخامس الصفحة 147، كتاب سني لأبو جعفر محمد بن جرير الطبري. لما جاء عمر بن العاص إلى مصر وكان محمد بن أبي بكر واليا على مصر، فقال له محمد بن أبي بكر يا عمر بن العاص ما عندك في ولايتي؟ قال ما عندك في ولايتي؟ قال يا عمر نعم يا محمد بن أبي بكر، إنا جئنا لنقتلك بعثمان. فرد عليه محمد بن أبي بكر وما عثمان؟ إن عثمان عمل بالجور ونبذ حكم القرآن فنبذنا عليه فقتلنا. فتقدم عمر بن العاص ومعاوية بن حكيم بأمر معاوية بن أبي سفيان فقتلوا محمد بن أبي بكر وألقوه في جيفة حمار. ووصل الأمر إلى عائشة فرفعت يدها عائشة تدعو على قتلة محمد بن أبي بكر. واحد في كتاب المستدرك الحاكم النيسابوري برواية صحيحة على شرطي مسلم والبخاري، دخل محمد بن أبي بكر فسحب عثمان بن عفان من لحيته وسحله في الدار. فقال عثمان بن عفان يا محمد بن أبي بكر إن أباك أبي بكر كان أخا وصديق لي، أتركني؟ قال وعزة الله لا أتركك، إنك تريد أن تمحو كتاب الله. فرفع محمد بن أبي بكر فصفق عثمان على وجهه وسحله من لحيته وقتل عثمان بن عفان. هنا بما قلت الذي يقتل مبشر بالجنة ويعتبر منافق، قل أمام العالم أتحداك أن محمد بن أبي بكر كافر ومنافق.
تفضل ردها إن استطعت. أول شغلة أنت جبتها على محمد، فهمت؟ أنا لا أتحدث عن هذا التاريخ اللي عم تحكي عنه كله أصلا يعني الاحتلال شو اسمه، الاحتلال شو اسمه، هذول غيروا تاريخنا بس ما قدروا يغيرون. جيد أخونا العزيز، حوارنا حوار علمي. الآن أتحداك بس واحد. لا أنا بسألك سؤال علمي، بسألك هلا إذا أنا طلعت قدامك حرقت القرآن، أوكي؟ حرقت القرآن، تمام؟ أنا شو بصير بعينك؟ شو بصير؟ صغير. لا جاوبني. جاي أقول لك صغير الصيد، لا ليس لك قيمة. إذا أنا حرقت، دقيقة اللي يحرق القرآن مو كافر؟ أوكي؟ صح ولا اللي يحرق بس واحد، اللي يحرق القرآن شنو؟ يحرق القرآن كافر؟ مو هلا يرجع لي على قصة عثمان. دقة أنا محدثك بهذا الزمن، هلا مثلا واحد يطلع ويحرق القرآن، ما بتقولون انه هذا كافر تقوموا تسبوه؟ يعني انتم كمسلمين. لا ارجوك دقيقة. لا واحد عجاب. خلينا نخلص. كيف ترضون بحكام يحرقون القرآن، يعتبرون القرآن ورقة محروقة ويرمون على الدرج؟ كيف ترضون بهم؟ يا حكام وين؟ حكامكم في العراق وفي، عرفت؟ بس واحد يابا واحد دسة تخبط ما يودين. بس هدي شوية. وين اكو بالعراق وحكام يحرقون قرآن يا ام ذول؟ بس هدي. انت مجرد انك ما حكمت بحكم القرآن انت تعتبر حرقت القرآن. هسه حرقوا القرآن لو جاي تفسر من راسك فهمنا شنو جاي شو تسوي انت؟ هنا بس لا تهدي، ظليت تهجر انت مثل نبيك. بس هدي. انت تقول بالعراق حكام حرقوا القرآن، ما شفت انا بالعراق حاكم حرق القرآن. وين جزمه؟ اسمع انت مشكلتك مخك سميك. انا عارف يابا فهمني مع واحد. يابا هدي دقيقة. يابا فهمني. انت ادعيت على اننا حرقنا القرآن في العراق حكامنا. انا جاي اطلب منك تفهمني. هسه طلعت من الموضوع ماكو شيء طلعت وياك. وين عندنا حاكم بالعراق حرق القرآن؟ جاي اطالب منك كلمة. قول انا انصدمت ما عندي رد علمي. تفضل افتح المايك. وين بالعراق حاكم عندنا حرق قرآن؟ تفضل الحاكم بس تفضل. انا بفهمك انت مخك سمين ما راح تفهم. يعني هلا انت تلعب ورق، تلعب ترنيب. اقرب لك الصورة. تلعب ترنيب، اوكي؟ تعرف ورق اللعب قاس وسينك وبطيخ، عرفت؟ انت بدك تحرق ورقة، تعتبر الورقة محروقة ما لها لازم. وين بتحطها؟ خرجت من اللعبة، عرفت؟ انت تعتبر القرآن ورقة محروقة، عرفت؟ جميل يعني اتيني بحاكم عندك. من حاكمك انت بالعراق؟ اتيني القرآن ورقة محروقة؟ اي واحد يلا سوي جيبك. هسه ما عرفت السياسة ايش دخله بالموضوع. مع ذلك يسوي. احكي. مو انت زلمه؟ يابا غير اجاوبك ولا بس احكي لي. قاعد يتهجم. انت ليش قاعد تتهجم؟ ايش فيك؟ لانه انت حيوان، والمشكله عم يشاهدوك 3000 شخص. ليش قاعد تتجاوز قدام العالم؟ شفتوا؟ لما انكبس انحشر ما عنده رد علمي ظل يتجاوز. طيب انا ما اتجاوز عليك، ليش قاعد تتجاوز علي؟ هاي طبعا حجه للهروب. ذلك سأجيبه. يقول ان الذي لا يعمل بالقرآن فهو حارق القرآن. احسنت. اثبتت لنا امام العالم 50 صحابي اذا حارق القرآن. عائشة لم تحكم بالقرآن لان القرآن يقول وقرن في بيوتكن. واحد عائشة حارقة للقرآن. نبيك لا يعمل في القرآن لأن القرآن يقول واعتزلوهن في المحيض، والنبيك يجامع نساءه وهن في الحيض. 2. القرآن يقول إن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وعمر بن الخطاب يقول صلوا بلا تيمم. وعندك أيضا أبو بكر خالف القرآن لأن القرآن يقول ورث سليمان داود، وأبو بكر يقول الأنبياء لا يرثون. ولو راح أكمل لك ما راح أخلص. إذن رموز السنة، صحابة السنة، ونبي السنة، وأم السنة عائشة لم يعملوا بالقرآن، حرقوا القرآن. بمعنى أنهم لم يطبقوا القرآن، لا، بل هنالك واحد حرق القرآن حرق هيك حرق، وهو عثمان بن عفان. في كتب السنة برواية صحيحة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم إن عثمان بن عفان حرق القرآن. يعني أنت بالطريقتين الله مطيح حظك. بالحقيقة أنتم حارقين القرآن. بالمجاز
انتم حارقين القرآن، فانت باثنيناتهم طايح ومضحوك عليك. هاي النقطة الأولى. أما قضية الحكام، فقضية الحكام لا تسولف بيها، لأن آخر واحد يسولف بالحكام هو السني. لماذا؟ لأن شيخك ابن عثيمين في كتابه العقيدة التدمرية، والإمام ابن باز والشيخ النووي من علماء السنة، قال الحاكم هو ولي أمر المسلمين الذي أمر الله بطاعته، فطيعوه ولو كان لوطيا ولو زانيا ولو شراب ولا الخمر. ولك أنت الوالي مالتك، الحاكم مالتك لوطي. انت الحاكم مالتك عندك واحد لوطي، جاي تحكي على الحكام الاخرين؟ انت الحاكم مالتك لوطي. ابن عثيمين يقول ولو لوطية، لا اكثر من ذلك. انت الخليفه الذي عندك خليفه المسلمين عمر في كتبك لوطي. في كتاب المنمق في التاريخ، كتاب سني للشيخ البغدادي، الصفحه 312 الجزء الثاني، ان عمر بن الخطاب اعتلى عليه عمار بن الوليد، فاخذ يعبث بعمر بن الخطاب، فقال يا عمار اتينا غدانا بعد العبث. اخذ يعبث. انت عندك، انت في كتبك اللي عندك عالم في القران الكريم واللي وصل لكم القراءة تسمى قراءة الكسائي، كان يلاعب الغلمان في كتبك. يقول السيوطي في كتاب الإتقان، يقول الإمام الكسائي من حفظة القرآن وإمام فصيح، ولكن كان يلاعب الغلمان ويشرب النبيذ. أنت عندك قاضي القضاة يحيى بن أكثم الذي مدحه ابن تيمية ويقول إن يحيى بن أكثم أعلم من الجواد إمام الشيعة، ولكن كان يحيى بن أكثم يحب الشاب الأمرد، أي الشاب الأملس، وكان لا يجيب على الأسئلة، فإذا دخل عليه شاب أمرد فتح قلبه للأجوبة. هو قاعد يبعوج يدي تاع الكتن. غرقت انا غرقت، يلا انزل كبس ولك، انزل كبس على عبو الململين. يا اخي ما تريد تجي تصعد لا تفتح الجبهه، هسه كانت مضمومه. سببك انت الان سمعوها اهل السنه، يعني يا اهل السنه عمر بن الخطاب عندكم كانوا يلاعب به عمار بن الوليد. الامام الكسائي عالم من علماء السنه كان متهم بمداعبه الغلمان. عندكم ايضا يحيى بن اكثم قاضي القضاة الذي مدحه ابن تيميه كان ايضا يلاعب. وعندكم شيخ حكمه اليوم اهل السنه موجود، شيخ حكمه بالانبار يحفظ الناس القران الاطفال، وقبل ان يحفظهم القران يعطيهم دروس خصوصيه، يعني واضح يريد شويه يحفظهم، بس حفظ من النوع الخاص، حفظ خلف الجبل.